أهلا بيكم معانا. النهاردة بنغوص في قصة واحدة، قصة شخصية ومؤثرة بشكل خاص، جاية من مقال قرأناه عن السيدة زينب حسن والدة الفنانة رنا رئيس. أهلا بيكي. فعلا المقال ده بيحكي عن تجربة إنسانية صعبة جدا مرت بيها ريب، فقدان جنين وبعدها عملية طارئة. بالظبط، والمهم هنا إن القصة دي بتفاصيلها الصعبة دي جاية على لسانها هي، زي ما المقال بيوضح. أيوة، النقطة دي مهمة قوي. مهمتنا النهاردة إننا نحاول نفهم سوا أبعاد التجربة دي، مش بس إيه اللي حصل، لأ كمان إزاي المصدر ده تناول القصة والجانب الإنساني فيها. خلينا نبدأ بالحتة الأساسية، إعلانها عن فقدان الجنين. المقال قال إيه عن ده؟ هو المقال مركز قوي على فكرة إن هي اللي أعلنت ده. المعلومة دي جاية منها هي شخصيا، مش بيدخل في تفاصيل طبية قوي، إزاي أو إمتى بالظبط، بس بيأكد إن القرار بالكشف عن الموضوع ده كان قرارها هي، وده لوحده بيخلينا نفكر. فعلاً، إن حد يختار يشارك حاجة بالخصوصية دي وفي وقت صعب زي ده، أكيد دي حاجة تستدعي التفكير. المقال لمح لحاجة عن طبيعة الفترة دي، يعني وصفها إزاي؟ كانت فترة ضعف مثلاً ولا قوة؟ بصي، هو المقال لما بيركز على كلمة كشفت أو أعلنت ممكن نفهمها بكذا طريقة. ممكن نفهمها إنها شجاعة، بدل ما تسكت أو تنعزل هي اتكلمت. صح. بس في نفس الوقت المقال مش بيقدم تحليل نفسي، هو بينقل الواقع وصاحبتها، كأنه بيقول ده اللي حصل وهي اللي قالته، بيسيب لنا إحنا نستنتج الحالة. فاهمة. طيب ده ينقلنا للنقطة التانية اللي المقال ربطتها بالموضوع، العملية الجراحية الطارئة. كلمة طارئة دي مهمة قوي هنا. المقال قال إيه عن علاقتها بفقدان الجنين؟ تماماً، المقال بيوضح إن العملية دي كانت طارئة وجت يمكن بعدها بفترة قصيرة أو مرتبطة بشكل مباشر بموضوع فقدان الجنين. وكلمة طريقة دي زي ما قلتي بتدي إحساس بخطورة الموقف، وإنها كانت ضرورية جدا ومستعجلة، مش عملية اختيارية خالص. صحية تانية احتاجت تدخل جراحي فوري. هو ده اللي بنفهمه من تسلسل الأحداث اللي المقال عرضه. مش بيوصف المعاناة بكلام عاطفي مباشر، لكن مجرد رص الأحداث ورا بعض كده، حدث مؤلم وبعده تدخل طبي عاجل، ده لوحده بيوصل حجم الضغط النفسي والجسدي. تمام. المقال ماشي في خط نقل الوقائع زي ما زينب حسن أعلنتها، التركيز على الجانب الإخباري مع تأكيد إنها هي المصدر. وده يرجعنا تاني لنقطة مشاركتها للتفاصيل دي. المقال بيظهر ده كفعل إرادي منها هي. هل ممكن نفهم إن ده كان جزء من طريقتها في التعامل مع الأزمة؟ يعني إنها تتكلم عن الموضوع حتى لو للعلن ممكن يكون له دور في التعافي؟ ده احتمال كبير ونقدر نستشفه. لما المقال يفضل يقول زينب حسن كشفت أعلنت بنفسها، ده ممكن نقراه كأنها بتمسك هي بزمام رواية قصتها. وفي علم النفس أصلاً أحياناً الكلام عن الصدمة بيكون أول خطوة في علاجها. بدل ما تبقى مجرد مريضة أو حد حصل له ظروف صعبة، هي بتاخد دور الراوي. يعني كأنها بتحول الخبر الطبي لقصة شخصية هي اللي بتحكيها بشروطها؟ بالظبط كده. والمقال بتركيزه على دورها ده كمعلنة للخبر بيقوي الفكرة دي. ده بيخلي الموضوع له بعد إنساني وإرادي أكتر. ممكن ده يفسر ليه المقال ركز قوي على النقطة دي بالذات. طيب هل المقال دخل في تفاصيل حالتها النفسية بشكل مباشر؟ يعني نقل عنها أي كلام بيوصف مشاعرها وقتها؟ لأ، المقال اللي بنبص فيه ده مش ناقل اقتباسات مباشرة عن مشاعرها. هو بيوصف الأحداث نفسها وبيركز على فعل المشاركة. التأثير النفسي مفهوم ضمن طبعا من صعوبة الموقفين ورا بعض. أكيد. لكن المقال نفسه مكتفي بنقل إنها شاركت التجربة، مش بيحلل حالتها النفسية أو ينقل كلامها عن مشاعرها. وبيخليني أفكر في دور الناس اللي حواليها. المقال ذكر أي حاجة عن بنتها الفنانة رنا رئيس؟ طبيعي في الظروف دي الدعم الأسري بيبقى مهم جدا. دي نقطة فعلا الواحد يسأل عنها. المقال في الجزء اللي معانا مركز بشكل تقريبا كامل على زينب حسن نفسها. هي بطلة القصة وهي اللي أعلنت التجربة. غريبة شوية. دور بنتها رنا رئيس سواء في الدعم أو غيره مش مذكور بوضوح هنا. التركيز كله على الأم. تفتكر ده مقصود؟ يعني ليه التركيز ده كله على الأم لوحدها؟ ممكن يكون كذا سبب بصراحة. يمكن المقال حب يسلط الضوء فعلا على التجربة الشخصية جدا للأم ويديها مساحتها كاملة. أو يمكن الكاتب شاف إن المحور هو الأم وقررها بالمشاركة. وارد. أو ببساطة يمكن المعلومات عن دور رنا ما كانتش متوفرة أو مش هي صلب الخبر اللي المقال ده كان عايز يغطيه. في كل الأحوال
النتيجة إن القصة المعروضة قدامنا هي قصة زينب حسن أولاً وأخيراً. مفهوم. يبقى لو هنلخص الصورة اللي المصدر ده بيرسمها، هي قصة إنسانية. زينب حسن بتمر بأزمة مزدوجة، فقدان جنين وعملية طارئة، والمفتاح هنا هو إنها اختارت تشارك ده بنفسها. طيب إيه المعنى الأكبر أو الفكرة اللي ممكن نطلع بيها من طريقة العرض دي؟ أعتقد في كذا فكرة مهمة. أولاً، القصة دي بتفكرنا قد إيه الحياة ممكن تكون هشة، وإن الظروف الصحية ممكن تيجي فجأة وتغير كل حاجة. فعلاً. ثانياً، ودي النقطة اللي المقال مبروزها قوي، هي فكرة الصوت الشخصي وقت الأزمة. إن زينب حسن اختارت تتكلم بنفسها، ده بيدي بعد للشجاعة والقدرة على المواجهة. يعني المقال بيقدمها كنموذج للشجاعة دي؟ هو مش بيقول شجاعة صراحة، بس طريقة العرض بتوحي بكده. التركيز على إنها هي اللي كشفت وهي اللي أعلنت، ده بيحمل المعنى ده جواه. كأن المقال بيقول لنا بصوا، رغم كل الصعوبة دي هي اللي مسكت دفة الحكاية. تمام. طيب والنقطة الثالثة ممكن تكون ليها علاقة بتأثير المشاركة دي على ناس تانية؟ بالظبط كده. المقال لما بيعرض قصة شخصية معروفة نسبياً كأم لفنانة مشهورة بتتكلم بصراحة عن تجربة حساسة زي دي، ده ممكن يكون بيكسر حواجز الصمت حوالين المواضيع دي. زي فقدان الأجنة والمشاكل الصحية المتعلقة بيها. أيوة، دي مواضيع ممكن تكون لسه حساسة في مجتمعاتنا ومش سهل الكلام فيها. فلما شخصية عامة تشارك تجربتها، ده ممكن يدي إحساس لغيرها إنهم مش لوحدهم، ممكن يشجع ناس تانية تتكلم أو تطلب مساعدة. يعني المقال حتى لو مش ده هدفه المعلن، ممكن يكون له أثر اجتماعي أكبر من مجرد نقل خبر؟ وارد جدا. القصص الشخصية خصوصا من شخصيات معروفة بتسمع أكتر. المقال بالطريقة دي بيقدم مادة للتفكير حوالين أهمية الكلام عن التجارب الصعبة، وإزاي ده ممكن يخلق مساحة للفهم والدعم. هو بيحول تجربة فردية مؤلمة لشهادة إنسانية عامة. فعلا. ده بيخلينا نشوف القصة أعمق بكتير، مش مجرد خبر عابر. دي قصة إنسانية بتفاصيلها، بشجاعتها المحتملة، وبتأثيرها اللي ممكن يوصل لناس تانية. المقال ده إدانا لمحة عن رحلة صعبة، لكن كمان سلط الضوء على قوة الإرادة في مواجهة الألم ومشاركته. وهو ده اللي بيخليها مؤثرة فعلا، مش بس الأحداث القاسية، لكن كمان العنصر الإنساني بتاع قرار المشاركة ده. المقال بيخلينا نفكر، إيه هي القوة في سياق الضعف؟ وهل التعبير عن الألم ده ممكن يكون هو نفسه شكل من أشكال القوة؟ طيب، لو حبينا نختم بنقطة كده نفكر فيها كلنا، بناء على اللي شفناه في المقال ده عن تجربة زينب حسن وقرارها بالكلام، ممكن نتساءل سؤال أعمق شوية. يا ترى لحد فين المشاركة العلنية لتجارب شخصية صعبة زي دي بتكون فعلا أداة للتعافي النفسي للشخص نفسه؟ سؤال مهم. وهل التأثير الأكبر بيكون على صاحب القصة ولا على الآخرين اللي بيسمعوها وممكن يلاقوا فيها صدى لتجاربهم أو يستلهموا منها قوة؟ يعني القيمة الأكبر للمشاركة دي بتكون علاجية للشخص نفسه ولا في الأثر الاجتماعي اللي بتعمله؟ يعني مين بيستفيد أكتر، صاحب التجربة ولا المجتمع؟ بالظبط. دي نقطة أعتقد تفتح باب للتفكير في علاقتنا بالألم وبالتجارب الصعبة في زماننا ده، وإزاي الخط الفاصل بين الشخصي والعام بقى مختلف.